المغرب والعالمية من جديد، رقم تاريخي سجلاته اليوم المباراة المنتظرة بين المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026. الفيفا اعتبرت هذه المباراة من بين أكثر 5 مباريات إقبالا منذ الآن على شراء تذاكرها في مونديال 2026. فالفيفا قالت في مقال لها تشير الأرقام الأولية إلى إقبال كبير على مباريات دور المجموعات المميزة، حيث برزت مباراة كولومبيا والبرتغال كأكثر المباريات طلبا خلال فترة قرعة الاختيار العشوائي حتى الآن. وتابعت الفيفا وتكتمل قائمة المباريات ال5 الأكثر طلبا بمباريات البرازيل والمغرب. وأوضحت الفيفا أنه توصلت ب5 ملايين طلب تذاكر للمباراة والمباريات الأخرى خلال 24 ساعة الماضية فقط. وأبرزت لم يتردد مشجعو أكثر من 200 دولة ومنطقة فقدموا 5 ملايين طلب تذاكر خلال أول 24 ساعة من قرعة الاختيار العشوائي. فما شاء الله من بين عشرات المباريات ديال كأس العالم دور مجموعات كأس العالم في 2026 مباراة المغرب والبرازيل من ضمن أكثر 5 مباريات في دور المجموعات اللي لقات إقبال جماهيري مكثف على تذاكر، علما أنه كان واحد المعطى أن تذاكر مباريات المونديال غالية بزاف في النسخة القادمة، وكاين انتقادات كبيرة على ارتفاع أسعار تذاكر. ومع ذلك ما شاء الله 5000 طلب على تذاكر هذه المباراة والمباريات ال4 الأخرى اللي كتبقى أبرزهم مباراة البرتغال وكولومبيا.